حياة ولد بلادك للخطر. معيور من فيه مين شاف من حثالة المجتمع، من السكر تعجبني وبتشتمني لأنه أنا مش شايفه مثلهم. الأمين ديال دولة أجنبية مغربي كيتعرض للتهديد من طرف فلسطيني يجيش على مغربي من داخل المغرب. بلا شك انتو شفتوا هاد الفيديوهات اللي دارهم الاخ انس تيوب، واللي ما شافهمش يقدر يرجع يشوفهم باش يفهم الموضوع من الاول. لكن انا غادي نهضر من الزاويه ديالي، الزاويه ديال واحد يعني بعيد على نرجس نتاع السوشيال ميديا. غنهضر على واحد السيد اللي كنعتبره اخ ديالي، صديق قديم، كنعرفو قبل ما نولي ندير انا هذا المحتوى هذا هنايا في اليوتيوب، اللي هو نبيل بالحرش، واللي هو صانع محتوى بعيد على الموضوع السياسي، يعني كثار في التكنولوجيا، في التطبيقات، في امور وحده اخرى اللي ما عندها حتى شي علاقه بالمواضيع ديالنا. ولكن كيبقى واحد السيد اللي مغربي. انا نبيل كنعرف الوالدين ديالو، كنعرف خوتو، اسره مغربيه بحال بزاف كتشبه بزاف ديال الاسر المغربيه العاديه. يعني غتشوف الوالده ديالو ولا غتفكرك بيماك، غتفكرك بخالتك، غتفكرك بشي وحده مقربه من العائله، بشي جارتك، يعني ما بعادين على داكشي نتاع لا صوصي التصيص هما لا مغاربه بحالنا بحالهم. راه كيف ما الام ديالك كيف ما الام ديالو، كيف ما الاب ديالو نفس الطبع ديال الاب المغربي، فهمتي داك الكاشي ديال الاب المغربي. الوغ نبيل بحال اي مغربي عنده الغيره على بلادو، كيبغي بلادو. لقى او طاح على واحد الصفحه ديال واحد الفلسطيني كيحرض على المنتجات المغربيه او الشركات المغربيه، وبطبيعه الحال سارح معاه قطيع من الكوفيين. حتى هما مغاربه كبروا في اسر مغربيه، غير دار لهم واحد لافاج دو سيرفو مع الاسف. اللي فين ما كتقول لهم المغرب اولا او اي حاجه كتضرب مصالح بلادي ما عندي ما ندير بها، كيعتبرك صوصي، كيهددك، كيتهجم عليك. اوكي حنا في البلاد داخل البلاد تختلف معايا او تتفق معايا، حنا في بلاد وحده، ولكن باش يولي البراني يحركك بالتليكوموند من برا وتجي تهاجم ولاد بلادك، هذا اللي مرفوض. اوكي كنقولوا ما تجيبش المشاكل لبلادك، ما تجيبش الازمات لبلادك. بزاف كيقول لك بغيتي تعاون هذوك الناس السير اللي عندهم، وعليها غادي نقول لكم كاين هاد المغاربه هادو اللي حاليا شدوهم في داك اسطول الصمود اللي مشاو كيطالبوا من السلطات المغربيه انها تعاونهم. حنا ضد التخريب، ضد المقاطعه ديال المنتوجات المغربيه، ضد ديك الاحتجاجات قدام لي بور ديال طنجه وديك الوقفات الزايده اللي كتولي ضرر او كتولي شغب او الضرب في المؤسسات ديال البلاد من اجل هذيك القضيه. لكن هادو كيبقاو ولاد بلادنا واللي مشاو، يعني ما بقاوش غير بالشعارات هنايا في البلاد، مشاو مع داك الاسطول، تتفق معهم او تختلف معهم حتى هما كيبقاو مغاربه. على الهجوم الكبير اللي تعرضت له من حثالة المجتمع، من السكرجيه او الوطنجيه او المطبعين المتصاهلين او اللي بتشملهم كل هاي المسميات، واللي صار عندهم حاله من السعار، شتائم ومسبات ومحاوله لاختراق حسابي هذا بعد ما واحد منهم قال لهم انه انا بخطط لضرب اقتصاد بلدهم. انزعجوا كيف احكي على شركه معروفه ببلدهم قاطعوهم، هادو رصوصين، هادو راه كذا كذا. قال لي لقيت واحد الشركه مغربيه، دخلت كتبت له واش دخل كافك في المغرب. الوغ ملي قال له نبيل هادشي هذا، الاخر حط هاد التهديدات لنبيل، حط له تهديدات، تحريض، ستوريات، كيقول له انه المغاربه معاه، يعني تايق في راسو ان المغاربه غيهاجموا نبيل، وكيقول المغاربه هاجموا هاد نبيل هذا. دونك نبيل بداو كيجيه السب والشتم فيه وفي العائله ديالو، واي واحد عنده هاد الكنيه هادي كانوا كيدخلوا له ويسبوه. مش مشكله، حتى لو كان الكلام اللي راح اقوله ممكن بسببه يطير هذا الحساب، لكن لازم اقوله لانه كل شيء موجود على هذا الاكونت مبني على شيء واحد واللي المفروض يكون بديهي، لكن للاسف في ناس شايفيته كومبليكيتد، وناس بتهاجمني وبتشتمني لانه انا مش شايفه مثلهم. عشان قبل ما حدا يتفلسف ويقول لي خليك ببلدك وما تتدخل ببلدنا، تقريبا ربع المتابعين لحسابي من المغرب، وانا بعتبر كل البلاد العربيه والاسلاميه بلادي. شركه ديانا هولدنج المغربيه اللي عندها واحده من اكبر الشركات في صناعه وتصدير الخمور الفاخره، واللي هي شركه سيدو مكناس اللي اسسها ابراهيم زنيبر، امبراطور الخمور مثل ما بيلقبوه بالمغرب، واللي بعد ما مات صارت زوجته ريتا ماريا بتدير الشركه مع ابنها ليث. الشركه اللي بتملك العديد من الشركات بمختلف القطاعات، دواجن، زراعه، زيت زيتون، تغليف، وطبعا الاهم الخمور، وايضا الاغذيه البحريه وتحديدا السردين، واللي هي شركه اتلانتيك سردين انشوفيز تانتان، واللي تعرف اختصارا اسات، واللي من علاماتهم التجاريه طانتان وبابا فالكون، واللي قامت مؤخرا
بيجيني واحد سكرجي وبيكتب وين المشكلة؟ ما الرسول كان يتاجر مع اليهود، وخليك طبعا ببلدك وما تتدخل ببلدنا. سلام. غنخليكم مع بعض المقاطع اللي حطهم نبيل وهو كيشرح على الموضوع بالتفصيل. عليكم باختصار شنو كان وقع مؤخرا، حيت بغيت نخلي هادشي تيبرد واحد شويه، ومن الناحيه القانونيه نكون كديت كاع الاوراق ديالي ونعرف راسي مزيان اش كنقول. المهم الخلاصه، انا هادي شي 4 ايام كنتسركل في السوشيال ميديا، خرج لي واحد الفيديو ديال واحد الشخص فلسطيني كيدعي انه كيحارب الشركات والفساد وداكشي الى اخره، ولقيتو كيهضر على شركه مغربيه جالس كيدقدق فيها. هذيك الشركه كتصدر الحوت المهم كاينه حتى شركه اخرى ديال الخمر وداكشي الى اخره. قلت انا نشوف هذا البروفيل هذا، بديت كنقلب لقيتو بانه داير مجموعه ديال الدول ومنهم المغرب دايرهم محتوى، وهو كيوري المغاربه اشنو خصكم تقاطعوا وشنو ما خصكمش تقاطعوا، فهمتيني؟ والمغاربه غادا موراها. اصلا بعد ما دوك المعلومات مع ابسط سيرش كدير في جوجل كتعرف بان هذوك المعلومات كلهم متخربيقه، ما عندهمش علاقه بامر. انا شنو كيعاني؟ ما كيعانيش هو يقول اللي بغا، فهمتيني؟ يدير اللي بغا الشغل وهذاك. انا اللي كيعاني ولقيت عندهم مجموعه من بين قوسين صناع المحتوى المغاربه وشي مضاوخ عندنا هنا من المغرب تابعين وداير له متابعه وكيبارطاجيو هذاك الكونتوني وكيضربوا في الاقتصاد وفي الشركات اللي خدامين فيهم عامه المغاربه. وعندك تيقول لك لا هذيك الشركه تعاود راسها، حنا في سبيل الله. خويا انا هذا المبدا انا ما كنفهموش، انا كنامن بمبدا واحد، لو بغيتي تضحك كتضحي بشي حاجه ديالك، ما كتضحيش برزق عباد الله. هذه اول حاجه. وانت كمغربي خصك تجيك غير على هاد البلاد هادي، ما تخلي حتى شي واحد براني يضرب لك في بلادك في واحد الحاجه اللي انت ما فاهمهاش. انا ياك عيط لي الدم خرج دوك ستوريات كنقول هذه الهضره حتى كنتفاجئ بالمغاربه النيت. هو كيسبني بعدا بعدا راه كاين دابا تواصل مع السفاره ديال البلاد فين عايش هو وجنرال. ملي كنقول جنرال انا والمحامي ديالي، حيت داكشي داخل شويه في الار. المهم غادي في الاجراءات حيت داكشي حتى من الميطا هضرت معاهم بشكل مباشر وفتحنا خط في هذه القضيه هذه وعطيتهم كاع لي سكرين بالتهديدات بكل شيء. راه كما قلت لكم انا اللي تنتفاجئ بان مجموعه ديال المغاربه كيجيو يصيفطوا معيور من فيه 100 جاف. انا باش نبارطاجي ما فيه ما يتبارطاجا، ما خلاوش ليا كاع في مره يا كدا يا كدا يا كدا. وهاد الناس هادو للاسف ماشي ديال النقاش، ماشي ديال مثلا تجي تقول له انت هي غلط في هاد اللعيبه، ما يقولكش لا انت غلط واش نتناقشوا، لا انا غلط في هاد اللعيبه. انت اذا عميل ديال دوله اجنبيه وانتم عارفين ديك الدوله انت عميل ديالها وكيخلصوك وكيديروا لك. الوغ بداو المغاربه كيصيفطوا لهم سبوا. ما شوف كثرت من داكشي كثير الوقيته صافي حاجه ما كتدخليش اللعيب في بالي. ما فهمتش هذا المنطق ديال حيت واحد البلاد مدمره نجي ندمر انا بلادي زعما. وتيقول لك لا انا دوك الشركات الا حاربتهم ودابا المشكل راه قبيله حاط على شركه مغربيه كدير كسكس وتاهي كاع كيدقدق فيها. هذيك الشركه ديال الكسكس راه اللي خدام فيها مغاربه هما بحالي بحال يقدر ربوا عليك يخلصوا الكونيكسيون وكازو كيبارطاجي باقي خدام في هذيك الشركه. هو تيقول لك لا حنا ما هذوك ليهم الله يلقى لهم الحل. هذه راه من راسك اصاحبي. اش هذا المنطق ديال حيت بلاد واحده اخرى فيها مشكل خصني ندمر انا بلادي؟ راه ما راكباش. انا ما كنفهمش التضامن. انا بالنسبه لي التضامن مع فلسطين هو انني نمشي نقرص البنكه نجبد التيكي ديال صحه الناس. اما دابا كاين صفال كيكتب في كومونتير حاط صورتي كبيره كتقول انا نكون غادي في الشارع شي واحد نص عقل باك يدخل الجنه في طريقي ويجي يدير فيك شي حاجه ويزيد بحال والحماق راه عطاهم الله. الوغ انا رجعت تا هو هادي شي 3 ايام مريح انا والنرجس العميري كان غلاتي تي في عشيرتي قبل من السوشيال ميديا ديك البنت كنعرفوا بعضياتنا شحال هادي. انا كنعاود ليها انا بحال اختي كنعاود ليها اللعيبه ويلي اش كتقول حتى اتصلت بالاخ انس شويه وعاد بزواق عاد مجموعه ديال الناس دخلوا على الخاط عاد بديت كنحس راسي ماشي بوحدي وبان هذاك السيد عرفتي قال لك الناس اللي كيتفرجوا في هذا المحتوى هذا انا معاكم قلبا وقالبا واخوتي راه عمري ما قلت انا ضد فلسطين انا مع فلسطين انا ضد الناس اللي كيستغلوا القضيه الفلسطينيه. ما تجيش تعمر لي كونط بلي فولور باسمك انت كتبيع وتشري في التجاره. الناس تعلموا واحد اللعيبه دابا ما بقيتيش حتى كتقلب في جوجل دابا راه سهلت ملي تشوف شي فيديو شدو تيليشارجيه وسير بزاف ديال لي بوش اي كتعطيه هذا الفيديو كتقول له خويا كتب لي المعلومات اللي كاينين هنا كيكتبهم لك خويا جبد لي مصادر ديال المعلومات تحفظ كتجي ديك الساعه كدير سيرش راسك تعلموا انكم ما تبقاوش غير تسمعوا صافي على حل. دونك الخوت هنا كنوليو ندقوا ناقص الخطر ملي كنوليو هاد الناس هادو يهددوا من داخل البلاد. انا بقى ما يعجب نبيل بدا الاجراءات القانونيه ديالو
وغادي يشوف شنو غادي يدار مع هذا الفلسطيني. وشكرا لكاع الناس اللي وقفت معاه. وتحيه كبيره للاخ انس توب على داك المجهود اللي دار، لان فعلا المعنويات ديال نبيل فهمتي ترفعات، حس براسو ماشي بوحدو، لان واحد الوقيته ولا كيجيب له الله راه واش كلهم هكا، واش المغاربه تبدلوا، واش منا كناخذوا هادشي بالطنز والضحك وهذا، لكن حاليا الامور ما بقاتش كتعجب. مني وصلت الاستلاب لهاد الدرجه ديال انه واحد بعيد عليك كيولي اولى لك من ولد بلادك، انك تولي تعرض حياه ولد بلادك للخطر والضرب في عرض او في شرف ديال المغربي ومغربيه من اجل هذاك الاجنبي اللي انت ما كتعرفوش، ما كتعرفش مصالح شكون كيخدم، ما عرفش الهدف ديالو الحقيقي من هادشي، فقط لانه حامل لجنسيه او الانتماء لهذيك الدوله. فهنا خصك تعيد النظر في المفاهيم ديالك، والديك خصهم يعيدوا لك الترابي. مرحبا بجميع المتابعين ديالنا هنايا، اللي باقي ما دايرش متابعه للقناه يديرها، لان في لي ستاتيستيك كيبان لي ان في هذه القناه الجديده المشاهدات كثيره لكن المتابعات ناقصه شويه، فريت لايك ودير متابعه وضغط على الجرس باش يوصلك اي فيديو جديد. نتمنى ان السلطات ديالنا المغربيه تولي ما عرفتش يخرج شي قانون شي حاجه اللي تحمي هاد صناع المحتوى، واللي تحمي اي مغربي كيعطي رايه، واللي توقف هاد الناس هادو عند حدهم، لان شي ما كيعجبش.